السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم يا طلاب؟ ان شاء الله تمام وياكم يا قوت الخفاجي. واليوم حلقتنا او فيديو مالتنا شقاقي. شنو شقاقي؟ اصلا خيالي راح يأهلك الى امتحان نص السنة بصورة عامة، شلون تقرأ وما هي الاوقات اللي انت حاليا راح تستخدمها، وراح نعطي للطالب الذكي وقت، وراح نعطي للطالب اللي اقل استوعاب اللي يقرأ 3 ساعات و4 ساعات ولكن هو ما يستوعب راح نعطيه وقت. كل اللي عليك تتابع هذا الفيديو للنهاية، تشترك بقناتنا، تفعل زر الجرس وتحط لنا لايك، لا تبخل باللايك على مود يوصل للطلاب كافة. وكلكم تعرفون بأن أداء امتحان نص السنة راح يكون السبت، يعني بعد 4 أيام لامتحان نص السنة. وحاليا نبلش بالطالب الذكي. الطالب الذكي دائما انت من تريد تقرأ لازم تقرأ ساعة او اقل ساعة، وبعدين توقف لك ربع ساعة او توقف نص ساعة، وبعدين ترجع تقرأ. شفت نفسك استكفيت او شفت نفسك حفظت بعد ما صار عندك بالخيال. انت دائما من تريد تقرأ لازم تخيل. يعني هساني اريد اخيل الحائط، باكر عندي امتحان بالحائط، اقول هذا الحائط صار من جص، تمام، لازم جص ولازم جبنته ولازم رمل ولازم طابوق. انا بعد عرفت الحائط منين يصير، تمام، خيلته من يجيني بالامتحان يقول له علل الحائط او عرف الحائط، انا راح اعطيه المواد الحائط منين جاي يتكون. دائما من تريد تقرا لازم تخيل، من تخيل راح ينطبع ببالك حتى وان انت كنت انقص طالب بالشعبة، تمام. اما الوقت مالتك يكون الساعة بال6 الصبح مباشرة، يعني من 6 اذا كان دومك صباحي تقعد الساعة بال6، من 6 لحد الساعة 7:30 الك كطالب ذكي كلش كافي، واني اضمن لك النجاح 100%. ولكن خيل دائما. بالنسبة للطالب اللي اقل استوعاب، الطالب اللي اقل استوعاب لازم باليوم تقرأ لك ساعة كاملة وتستراح لك نص ساعة. يعني اذا انت تدخن، اذا انت تراستين راسلي، تريد تاكل روح اكل، تشرب شاي اشرب شاي، تطلع برا اطلع برا، ولكن نص ساعة فقط. اما شلون تقرأ انت حاليا كطالب راسب امتحان الشهر الاول، كطالب اقل استوعاب وراسب امتحان الشهر الثاني، وتقول اني اقرأ هواي ولكن ما استوعب. عزيز الطالب جاي اقول لك خيل، ودائما كل ما تريد تقرأ ورقة وقلم. التعريف ورقة وقلم، التعليل ورقة وقلم، الفراغ ورقة وقلم، الرسم ورقة وقلم. ودائما خيل مثل ما شرحت لك على الحائط، من قلت لك الحائط منين يصير وشون يصير وشون يصير، لازم تخيل. اذا تخيل انت استوعبت. زين ياقوت، ما هي الاوقات اللي اقرا بيها؟ لازم تقعد الساعة بال5 الصبح او بال4 الصبح، هذا الوقت المناسب للطالب اللي اقل استوعابا. ومثل ما قلت لك لازم تحفظ، لازم تقرأ، لازم دفتر يمك وقلم، ولازم تخيل. إذا تخيل ثق بعلي بن أبي طالب أضمن لك النجاح 100%. إذا هذا الفيديو عجبكم أطلب جميع الطلاب يشتركون في قناتنا، يفعلون زر الجرس، ويحطون اللايك لهذا الفيديو على مود يوصل للطلاب كافة. أخوكم ياقوت الخفاجي، ودمتم في أمان الله.